ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال. الفيديو بتاع النهارده انا جايبه لكم شويه منتجات بجد بجد، ما تضيعوش فلوس العيديه كده وخلاص. انزلوا هاتوا الحاجات دي لان هي منتجات فعلا تستاهل كل جنيه يدفع فيها. ودي مش من تجربه مره ولا اتنين، دي تجربه بجد شهور قد كده. فالحاجات دي تجربتي الشخصيه، فطالعه اقول لكم بجد ان الحاجات دي تستاهل كل جنيه يدفع فيها. فمن غير رغي كتير عشان الفيديو ممكن يبقى طويل شويه عليكم، ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وكومنت حلو. لو انت اول مره تشوفيني تعملي سبسكرايب، لو حابه تشوفيني تاني، وخلينا نبتدي الفيديو مع بعض. بصوا بقى، في اول الفيديو كده قبل ما ندخل على المنتجات انا عايزه اقول لكم بس على حاجه. لو انتوا مش مجبرين خالص تنزلوا تجيبوا كل المنتجات دي، كل واحده على قد فلوس العيديه بتاعتها او على قد الميزانيه بتاعتها تنزل تجيب الحاجه اللي هي محتاجاها. انا بقول لكم بعمل الفيديو ده ليه؟ علشان اقول لكم ان الحاجات دي فعلا تستاهل. شوفي الحاجه، اكتر حاجه انت محتاجاها ايه وانزلي هاتيها. مش معنى ان الحاجه غاليه قوي 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 فانت تجبري نفسك ان انت تنزلي تجيبيها، لا. عشان بس يعني ما حدش يبقى جابر نفسه على حاجه. انا مش بعمل الفيديو ده علشان تجبري نفسك على حاجه، لا بالعكس، انا بعمل الفيديو ده علشان تشوفي اكتر حاجه انت نفسك فيها ومعاكي فلوسها هتنزلي تجيبيها، وان هي فعلا حاجه تستاهل، مش فلوس كده على الارض وخلاص. فهبتدي باول كام حاجه كوري. لو معاكي ميزانيه هاتيها، لو مش معاكي خلاص، احنا مش مجبرين على اي حاجه. اول حاجه الباكت دي من سانتيلا السكين 1004. دي بيبقى عباره فيها ايه؟ عباره غسول فوم وغسول زيتي وتونر ومرطب وسيرم. فيها 5 منتجات بس. السايز ده السايز اللي هو الصغير، اللي هو بصوا شايفين انا مخلصاها. عايزه اقول لكم اصلا مخلصه معظم المنتجات اللي فيها. فانا عايزه اقول لكم هي بجد بتدي نضاره، بتنضف البشره حلو قوي. الغسول بتاعها بجد رهيب رهيب رهيب. انا بجد انا عايزه اجيب منها الفول سايز ده، الترافل سايز اللي هو بتاع السفر والحاجات دي. تمام، انا مخلصه منها السيرم والتونر والمرطب، ومخلصه كمان الغسول. فاضل بس الغسول الزيتي، يعني فاضل فيه حبه. ده بصوا التونر، يعني انا عايزه اقول لكم بصوا مخلصه كل حاجه حرفيا منها. فاضل من ده بقى التونر ده اللي هو الغسول الزيتي. تمام. عايزه اقول لكم من الحاجات بجد اللي بتنظف البشره بعمق قوي. عارفين لما تجيبوا حاجه تنظف بشرتكم بعمق قوي؟ هي بالظبط كده بتنظف البشره كويس قوي 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 وبعمق. يعني عارفين تحسي ان هي ايه؟ بتدخل جوه المسام، بتدخل جوه البشره نفسها. فالغسول بينظف حلو قوي قوي، بيسيب البشره مترطبه. لما تطلعي بقى تحطي بقى التونر والسيرم والمرطب، قد ايه بيدي جلو وشايني للبشره. تحسيها كده بتلمع قوي زي بشره الكورين بالظبط. هي المجموعه دي بتعمل كده بالظبط. هي بجد بتنظف حلو قوي قوي قوي. انا بالنسبه لي تستاهل فلوسها. لو انت عايزه تجيبي الترافل سايز هاتيه عشان كتجربه تجربي، بدل ما تجيبي الفول سايز وما يطلعش مناسب ليكي. بس بجد هي حلوه جدا جدا ومناسبه لكل انواع البشره. فدي كده اول حاجه كوري حبيت بس اقولها لكم لان هي بجد 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 خطيره. تاني حاجه بقى الماسك ده اللي هو الكلاي ماسك، اللي هو ده يا جماعه اللي هو من سانتيلا السكين 1004 برضو. بصوا يا جماعه، ده عباره عن ماسك طامي بنفتحه كده. تمام، ده بيبقى شكله كده من جوه. بصوا بيبقى فيه حبيبات الفاصوليا الحمراء. بنحطه على المسام وبنحطه على مناخيرنا علشان يشيل الرؤوس البيضاء والسوداء. وعايزه اقول لكم من اول استعمال هتلاقوا نتيجه. ده احلى ماسك طمي انتوا ممكن تستخدموه، بجد بجد خطير 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 خطير. فده بالنسبه لي من الحاجات اللي هي بجد خطيره. بصوا صغنن يناسب معاكي، تحطيه في الشنطه، تحطيه في اي حته. بجد من الحاجات اللي بتنظف المسام وبينظف الرؤوس البيضاء والسوداء وبينظف المنطقه دي كمان. اي منطقه عندك بقى بتطلع رؤوس بيضاء سوداء دهون كتير، هو بينظفها حلو قوي قوي قوي. فدول كده اول كام حاجه كوري، والباقي كله هيبقى مصري. لو حد عايز الحاجه الكوري يجيبها. ندخل بقى على الحاجات المصري بتاعتنا اللي انا دايما بحبها. بصوا بقى يا جماعه، اول حاجه الباتش دي، بس دي بتاعه الحبوب. ده بيبقى شكلها كده من جوه. بصوا ده بيبقى شكلها، شايفين ده كده؟ بصوا عبارة عن فيها لزقات كده بأحجام مختلفة. دي لما يطلع لنا حباية وحشة بناخد لزقة ونحطها على الحباية لمدة 24 ساعة، وحرفيا الحباية بتكون اختفت. ده كان سعرها ب 30 أو 35 جنيه. هاتوها لأن هي بجد تستاهل كل جنيه يدفع فيها. من الحاجات بجد اللي رهيبة 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 يا بنات. بجد أنا لما بيطلع لي حباية أنا بجد باخد واحدة أروح حطها وشكرا على كده. تاني يوم بالظبط بصحى بشيلها، بتكون بصوا اللي بتبقى عاملة نقطة بيضة كده أو جواها مادة، بتروح الحباية أصلا بتروح خالص، بتنتهي
بتختفي كده من الحياه. فدي من الحاجات الحلوه جدا اللي هاتوها بامانه، سعرها ب 35 جنيه او ب 45 جنيه. تاني حاجه بقى معانا المويست وان اليوريا ده. جماعه ده لو جسمك ناشف ومقشف قوي، جسمك ناشف ومقشف جدا، رجليكي، كعب رجلك، ركبك، ايديكي نفسها فيها جلد وزه، رجليكي فيها جلد وزه، ده نينجا بامانه ب 140 جنيه. واحلى حاجه بصوا يا جماعه، انا قربت اصلا، بصوا قربت اخلصه يعني، بستخدمه على طول بعد شاور كده او بعد اي حاجه، بعد الحمام المغربي، بعد الشيفنج. عايزه اقول لكم بيرطب الجسم حلو قوي قوي. وكمان لو انت عملتي شيفنج وجسمك بياكلك، حطي المويست وان ده يا جماعه، بجد بجد هيفرق معاكم 180 درجه. مش هتحسي باي هرش، هتحسي بنعومه بطريقه مش طبيعيه. كان سعره ب 140 جنيه لما جبته. زي ما قلت لكم قبل كده ان القوام بتاعه يا جماعه تقيل شويه، زي ما انتم شايفين. بصوا قوامه، شايفين هو حرفيا ما بينزلش، هو قوامه تقيل قوي قوي قوي، وترطيبه عميق بشكل مش طبيعي. هو الجلد بتاعك بيبقى هنا، هو بيخلي الجلد بتاعك فوق، بجد ترطيبه عالي قوي قوي قوي. بجد هاتوا الحاجات دي وانتم مغمضين، الحاجات دي بجد خطيره وتستاهل كل جنيه يدفع فيها. الشفرات افوفا الرجالي احلى مليون مره من الحريمي اللي هي الافوفا. بامانه روحوا هاتوا الشفرات الرجالي احلى مليون مره. استخدمتها حوالي مرتين او ثلاثه، الموس بتاعها حاد جدا، مش بتتلم بسرعه، مش بتبوظ من سوايب واحده، خلاص هي بتشيل كل حاجه. انت مش محتاجه تفضلي رايحه جايه مره بقى في اتجاه الشعر ومره في عكس اتجاه الشعر، لا خالص، انت من سوايب واحده هي بتشيل. هي بجد ازاي رهيبه كده، هي ازاي بجد شفرات الرجالي احلى من الشفرات بتاعتنا بمليون مره، ده بمراحل. هي حرفيا خطيره. سعرها كام؟ تقريبا ب 55 جنيه او ب 60 جنيه، هتلاقوها في الرينج ده. بتبقى 4 شفرات ومعاها واحده زياده، يعني توتال كله بيبقى 5 شفرات. بجد من الحاجات الخطيره. بصوا الشفره بتاعتها عامله ازاي، بصوا. هتحسوا بقى ان هي دي شفره رجالي، دي هتعورنا، لا خالص يا جماعه. بصوا عامله ازاي، خطيره 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 حرفيا. بصوا تحفه تحفه تحفه. انا بجد مش ندمانه ان انا جبتها، من الحاجات اللي حرفيا خطيره. ولما وريتها لكم بنات كتير كتبت لي فعلا ان شفرات الرجالي احلى من الشفرات الحريمي بمليون مره. فانا دي انا مستحيل خلاص انا هرمي كل الشفرات الحريمي اللي عندي وهبدا اشتري شفرات رجالي. بس طبعا نصيحه مني، لما برضو تجيبوا شفرات هاتوا مثلا فيها 3 امواس او مثلا 4 امواس 6 امواس. كل ما تعلي بالامواس اللي فيها كل ما بتبقى احلى واحلى واحلى، لان هي بتشيل كويس. تاني حاجه بقى معانا الحمام المغربي. انا مش هتكلم عنه كتير خالص، انا اتكلمت عليه في فيديوهات قبل كده قد كده، فاكيد زهقتوا منه. ده الحمام المغربي بتاع افريكانا اللي هو بالنيله الزرقاء، ومعايا اللي هو بتاع العكر الفاسي، معايا الاثنين. جماعه انا عايزه اقول لكم ده احلى حمام مغربي طبيعي 100%، نضيف جدا جدا جدا، كمان ريحته حلوه قوي قوي قوي، بينظف الجسم حلو قوي قوي قوي. بجد من الحاجات اللي بجد هاتوها لو انتي ما جبتوهوش ساعه تجهيزات العيد بقى والكلام ده، عشان ما كانش معاكي فلوس. دلوقتي انتي معاكي العيديه تقدري تنزلي تجيبيه، كان سعره 140 جنيه. بامانه بامانه هتجيبيه وهتدعي لي حرفيا للسنين الجايه. بجد من الحاجات اللي حرفيا خطيره، الكواليتي بتاعتها حلوه جدا جدا جدا. وبصوا حرفيا بيطلع كميه جلد مات يا جماعه مش طبيعي. كاننا بجد بياكد لنا الحمام المغربي قد ايه ان احنا حرفيا احنا مش بنستحمى خالص بجد. ده اكتر صابون فعلا بجد انا حبيته. ده شكله اهو، اللي عايز ياخده سكرين شوت، ده اسمه الحمام المغربي بتاع افريكانا اللي هو بالنيله الزرقاء. بجد بجد رهيب وياخد 10 من 10. تاني حاجه بقى اللي طلعت خطيره يا جماعه هاتوها، لان هو بجد ريحته تحفه تحفه تحفه. دلوقتي انتوا معاكم فلوس، ماشي، انتوا معاكم فلوس، انا عايزه 170 جنيه تروحوا تجيبوا ده. هذا الشيء ده اليوريتش بانسينول يا جماعه. هو ازاي ريحته خطيره كده، ازاي ترطيبه عالي كده، وازاي بيخلي ريحه الجسم دايما حلوه. اليوريتش بانسينول بادي لوشن ده يا جماعه خطير 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 خطير. انا عايزه اقول لكم بيرطب الجسم لمده 48 ساعه. البشره بتمتصه بسرعه، مش بيدهن، مش بيزيد، مش بيعمل اي حاجه. حرفيا من الحاجات اللي بجد رهيبه 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 رهيبه. ده مليون من 10. ده اللي معاه ده بالوايت ميست يا جماعه. بصوا بس انا هحط لكم بس نقطه قد ايه خطير خطير خطير. انا بس بحب احط منه كل شويه لان هو اصلا ريحته تحفه. انا عايزاكم بس تجيبوه بس عشان تشموا بس ريحته، يعني انا مش ببالغ في الحاجه، بس هي بجد ريحتها حلوه جدا. الناس اللي بتحب ريحه المسك هتحبه، هو بجد
خطير 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 خطير. بيرطب الجسم حلو قوي 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 لمده 48 ساعه، بيخلي الجسم بيلمع بطريقه مش طبيعيه، بيخلي ريحه الجسم حلوه قوي، ريحه المسك دي بتفضل ثابته في الجسم كده، ما بتطلعش حرفيا لحد الشاور اللي جاي. هي بجد ما بتطلعش، بتفضلي شامه نفسك حلوه قوي قوي قوي. ده من الحاجات اللي عجبتني، وفي منه كذا ريحه بس دي اكتر ريحه كان معمول عليها هايب، وفعلا ده يستاهل كل جنيه يدفع فيه. تاني حاجه انا برضو بعشقه بجد، انا بحبه حب كده مش طبيعي، ريحه الفانيلا اللي فيه، ريحتها جميله جدا، مش ريحه الفانيلا اللي هي تخنقك كده، لا ده اكتر حاجه انا حبيته، اللي هو الدير بادي ميلك اللي هو ده يا جماعه. في شيا باتر، في هاني، في كوكونات اويل، في ارجان اويل، بيرطب لمده 48 ساعه. القوام بتاعه انا عايزه اقول لكم خطير خطير حرفيا. استنى احط بس حته كده، بصوا القوام بتاعه حلو جدا 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 جدا، ترطيبه للجسم خطير خطير خطير. البشره بصوا بتتشربه حرفيا في ثانيه، مش بيلزق ولا بيدهنن ولا بقيت زي بقيه الكريمات التانية. وسعره كان بكام؟ سعره كان ب 140 تقريبا او 150، هتلاقوه في الرينج ده، او 180 على حسب ما تروحوا بقى تجيبوه. تمام، بصوا بصوا يا جماعه، بصوا حرفيا بيرطبوا الايد بعمق وبيرطبوا الجسم حلو قوي. ريحته اللي هي البلو فانيلا، هي ريحته فانيلا، مش فانيلا لتخنقك، لا دي فانيلا حلوه نظافه كلين، ريحتك دايما بتبقى مفحفحه وحلوه قوي قوي. فده من الحاجات اللي بجد بجد روحي هاتيه ومش هتندمي عليه، لان هو بجد رهيب رهيب رهيب. تاني حاجه، عارفين الحاجه اللي هي الغالي تمنه فيه، بس مش اي حاجه غاليه بتبقى تمنها فيها. انا جبت حاجه غاليه بس تمنها فيها بامانه كانت تستاهل كل جنيه يدفع فيها، وانا مش عارفه ليه ما كنتش بجيبه من زمان، بس يلا الحمد لله. اللي هو البيز لاين، اللي هو الديودرنت ده بتاع بيز لاين. بصوا يا جماعه انا عارفه ان هو من زمان معمول عليه هايب وضجه من زمان جدا 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 جدا، بس كل واحد طبعا وحسب ميزانيته، فانا جبته من فتره. بجد يا جماعه هو ايه ده؟ هو ازاي حلو بالطريقه دي؟ ازاي بيفضل قاعد في الاندر ارم لمده 72 ساعه؟ ازاي بيخلي ريحه الاندر ارم حلوه حتى لو كان يومك طويل؟ هو ازاي بيعمل كده؟ بجد ده غالي وتمنه فيه. لو عايزه ديودرنت حلو قوي يفضل قاعد معاكي، عارفه بجد ده احلى حاجه تدفعي فيها فلوس. بجد انا كنت جايبه الازازتين مع بعض في باكت كده، انا كنت جايبه الاتنين مع بعض كانوا ب 420 جنيه، بس بامانه 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 يستاهل كل جنيه يدفع فيه، ده يستاهل كل حاجه حرفيا تدفع فيها. انا ده بجد كل ما بلاقي عليه عرض، سواء اصلا في ناس بيبيعوا اغلى من ال 400 بس انا جبته كان ب 420، بامانه بامانه هو يستاهل كل جنيه يدفع فيه. فانا ده كل ما الاقي عليه عرض انا بشتريه، لان هو فعلا خطير. انا هرمي كل الديودرنت اللي انا جبتها وكل انواع الديودرنت حرفيا اللي انا استعملتها هو ده، وبالاخص الريحه دي انا مش عارفه بصراحه دي ريحه ايه، بس ده شكله عشان لو عايزين تاخدوا سكرين شوت ده كده شكله، خدوه بجد وعلى ضمانتي ده احلى مزيل عرق انتوا هتستخدموه حرفيا في حياتكم. لو انت في جسمك اكزيما، انا مش عارفه ليه ما حدش فاهم بجد بيتكلم عنه، بس انت لو في جسمك في اكزيما جاف جدا 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 وعامل قشور كتير قوي في جسمك، اللي هو جسمك جاف قوي 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 ومحتاجه بادي ووش يرطب الجسم حلو قوي وفي نفس الوقت ينظف جسمك حلو قوي، البادي ووش ده من شان. بجد يا جماعه ده قوامه كريمي قوي 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 قوي، انا مش عارفه بجد، انا ممكن افتح لكم دي اوريكم القوام بتاعه. بصوا شايفين القوام عامل ازاي؟ هو كريمي قوي 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 حرفيا، بينظف الجسم حلو قوي قوي وبيرطبه حلو جدا جدا. للناس اللي عندها اكزيما في جسمها بجد ده حلو قوي. في هيالورونيك اسيد ونايسيناميد، بيرطب الجسم يا جماعه بطريقه مش طبيعيه، فيه كميه مواد بترطب الجسم حلو قوي، ما فيهوش اي فريجرانس، ما فيهوش اي صابون، ما فيهوش اي حاجه، من الحاجات بجد الحلوه قوي، ومناسب كمان للمناطق الحساسه ومناسب كمان للبشره الجافه. حجمه 480 مللي، حجمه كبير جدا جدا، هيقعد معاكم وقت طويل قوي، هو ما بيخلصش. انا عايزه اقول لكم ده قاعد معايا من شهر 12، يعني بصوا قاعد معايا كام شهر، حوالي 12 و1 و2 ودينا في 3. عايزه اقول لكم هو بجد بيقعد معانا شهور كتير جدا جدا جدا، لان هو بجد خطير. سعره هتلاقوه بكام؟ سعره هتلاقوه ب 250 270 على حسب ما تجيبوه، بس انا دايما بلاقيه على نوم ب 250. تاني حاجه بقى، لو انت بقى عايزه شاور جل مفحفح بقى والريحه تبقى حلوه قوي، ده ريحه العود، الناس اللي بتحب ريحه العود روحوا هاتوه، لان هو بجد بجد خطير. ده الشاور جيل بتاع مود رهيب رهيب يا جماعه، انا بحب اصلا كل شويه اعمل كده، ريحته خطيره خطيره، بيحسسني ان انت عايزه تقومي تاخدي شاور دلوقتي، انا هاخد شاور دلوقتي، انا هاخد شاور دلوقتي، بجد من الحاجات اللي هي خطيره يا بنات، خطيره. كان كل ده
بكام؟ ب 80 جنيه. كل ده كده حجمه كام؟ 750 مللي ب 80 جنيه. انتوا متخيلين يا جماعه؟ ده اكتر حاجه انا عايشه عليها اصلا من زمان. يعني انتوا لو متابعيني من زمان هتعرفوا قد ايه ان انا كنت بجيبه من ايام ما كان سعره ب 40 و50 جنيه. دلوقتي سعره بقى ب 80 جنيه. بجد يا جماعه من اكتر الحاجات اللي هي فعلا تستاهل فلوسها. لو انت عايزه شاور جel حجمه كبير قوي ويقعد معاكي وقت طويل جدا، انت والبيت والعيله وعيله العيله وكلهم، بجد ده احلى شاور جل هتستخدمه. في منه روايح كتير جدا جدا جدا. هاتي الريحه اللي تناسبك، بس انزلي بقى شمي بقى. يعني ادخلي مثلا محل كده او هايبر كبير او كارفور او الحتت دي، هتلاقي عندهم الشاور جل بتاع موت. شمي بقى، اقعدي شمشمي وشوفي بقى اكتر ريحه انت هتحبيها. بس ده انا جبته كان عليه هايب، فانا لما الحاجه بيبقى عليها هايب كبير قوي، لا انا ببقى عارفه في وسواس كده، انا عايزه اجيب الحاجه بقى عشان اتاكد منها. فده بجد يا جماعه طلع تحفه تحفه. احنا معانا فلوس وعايزين نجيب هير ماسك حلو قوي قوي. بصوا يا جماعه بدون مبالغه، هم دول الهير ماسك ده بتاع زيرو فريز. طبعا اتكلمت عنه كتير قوي قوي قوي، بس ده اكتر هير ماسك انا بحبه حب مش طبيعي يا جماعه. بيخلي الشعر مترطب بطريقه مش طبيعيه. بصوا اصلا القوام بتاعه عامل ازاي، قوامه كريمي قوي. بصوا ده شكله ويكفي ريحته حلوه قوي قوي قوي. انا عايزه اقول لكم لسه غاسله بيه شعري امبارح، بجد خطير 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 خطير. ده اكتر هير ماسك بيخلي شعري مهفهف ومترطب وحلو قوي. سعره هتلاقوه ب 200 وشويه. بيعمل هايدريشن حلو قوي قوي للشعرايه وبيسلك الشعر حلو قوي قوي. بجد بيهدي الهشام، بيظبط الشعرايه، بيرمم الشعرايه، بيخلي الشعرايه حرفيا في حته تانية. فده من الحاجات اللي انا هرجع اشتريها مليون مره. بتاع السيرو بايب يا جماعه انا بستخدمه في اوقات اما احس ان شعري هلكان وحرفيا محتاج ترطيب عالي قوي قوي وحاجه ترمم الشعرايه. هو ده. بصوا شايفين قوامه عامل ازاي وريحته اعشاب، عشان بس برضو نبقى متفقين. من اكتر الحاجات اللي انا بستخدمها في الوقت ما احس ان شعري فعلا بجد بقى مرهق قوي من كتر المنتجات. لما بستخدم جل وليف ان وكل شويه بحس ان انا ببقى عايزه افصل، اخلي شعري يفصل كده شويه عن الدنيا. بستخدم الهير ماسك بتاع سيرو بايب حلو قوي قوي قوي. اخر كام حاجه بقى معانا الجل ده يا جماعه من ترافلز. قد ايه تحفه، بيدي ديفينيشن حلو جدا، بيثبت الكيرل حلو قوي 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 قوي. يعني الكيرلي بتاعتك مش هتبقى هنا، هي ثباتها هيبقى في حته تانية. بجد من الحاجات اللي قوامها حلو جدا. مش الجل قوامه تقيل قوي ده، لا هو خفيف ولذيذ جدا وبيمشي مع اي ليف ان. انا جربته مع كذا ليف ان بجد، هو انا حاساه بيمشي مع اي ليف ان بجد. هو بجد رهيب رهيب رهيب. وسعره كان تقريبا ب 280 جنيه بس فعلا يستاهل كل جنيه يدفع فيه. اخر بقى كام حاجه للبشره. نسيت اجيب لكم الغسول عشان هو بره، اللي هو بتاع كلير سيل. انا بسيب لكم الصوره بتاعته هنا يا جماعه. الغسول ده احلى غسول انا جربته بجد، ما بعد ستارفيل ده احلى غسول فعلا انا جربته. حلو حلاوه مش طبيعيه، مناسب للبشره المختلطه والبشره الدهنيه. بينظف المناخير والمسام بشكل مش طبيعي. ده الغسول بجد بالنسبه لي كل ما يخلص انا هرجع اشتري تاني. بالنسبه بقى للمرطب اللي معمول عليه هايب ده اللي هو الليفز ده تحفه، يسيب جلو خطير. ليه بقى؟ لان هو فيه 6 انواع سيراميد ونايسيناميد وهيلورونيك اسيد وفيه شيا باتر، فهو بيرطب البشره حلو قوي 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 قوي. المفروض ان هو مناسب للبشره العاديه والبشره الجافه. انا بشرتي مختلطه وبستخدمه عادي جدا ومش بيعمل لي اي حاجه. باخد منه حبه صغننين بفرده على بشرتي، بجد بيخلي بشرتي في حته تانية، بيديها جلو ونضاره بطريقه كده مش طبيعيه. اخر بقى حاجتين التو سيرم دول يا جماعه من ديرماتين. السموزنج باور اللي هو فيه سانتيلا، والفيرمنج بار اللي هو فيه ماده البيبتايز. ماده البيبتايز اللي هي بتساعد على نشيل اي خطوط من وشنا. بصوا بقى يا جماعه، بصوا شايفين احساس وحش قوي لما كل المنتجات تخلص عندك مره واحده. انا في كذا حاجه خلصت من عندي فمحتاجه اعمل لها ريستوك. بصوا مثلا اللي بتاع سانتيلا، شايفين الهنا اللي انا فيه. انا عايزه اقول لكم بتاع سانتيلا ده مش اول مره، دي تاني ازازه ليه حرفيا. من الحاجات اللي بجد بيهدي البشره، بيرمم من حاجز البشره، بيخلي البشره فيها جلو، بيهدي من الاحمرار وبيهدي من اي حاجه حرفيا. حلو قوي قوي قوي. فدول بصراحه انا هنزل اعمل لهم ريستوك لان هو من اكتر الحاجات اللي هي فعلا خطيره 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 خطيره، تستاهل كل جنيه يدفع فيه. بس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا رب تكونوا اتبسطتوا وتكونوا استفدتوا. انا عارفه ان انا طولت عليكم شويه بس براحتي. المهم يا رب تكونوا اتبسطتوا وتكونوا استفدتوا. عندكم اي سؤال اكتبوا لي تحت في الكومنتات واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي.